السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد. بما ان الاجازه جت يبقى مفيش غنى بقى عن بسكوت الشاي اللذيذ المقرمش المخرفش زي ما احنا سامعين كده، ببيضه واحده ومكونات اقتصاديه جدا. هنسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ونبدا وصفتنا على طول. انا ولاء ودي قناتي. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. في البداية هجيب نص كوباية من السمنة الساقعة من التلاجة 100 جرام، وعليهم 50 ملي من الزيت، وعليهم كوباية من السكر البودرة. هنضربهم كلهم مع بعض كده بالمضرب، ومش شرط خالص بالمضرب الكهرباء، لو مش متوفر هنضرب بالمضرب اليدوي عادي. وعندي بقى دي بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، ضروري تكون بدرجة حرارة المطبخ. السمنة بس هي اللي ساقعة علشان احنا في الصيف ومش عايزينها تفصل مننا بسهولة. هنضرب البيضة مع كل المكونات دي كده بكل سهولة، وبعدين هنضيف عليها طبعا الفانيليا. وبعد ما هنضيف الفانيليا هنضيف من ربع كيلو ل 300 جرام من الدقيق، يعني تقريبا كوبايتين لكوبايتين وربع او كوبايتين ونص بالكتير من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. ومهم جدا اننا ننخل الدقيق طبعا، وكمان هنضيف عليهم معلقتين ممسوحين من النشا، معلقتين من معلقة الاكل العادية. هندخل بقى كل الحاجات دي مع بعض كده بكل سهولة. ومادام ضفنا الدقيق يبقى خلاص مش هنستخدم المضرب خالص. هنبدأ نلم العجينة بالراحة خالص كده وبهدوء. احنا عارفين البسكوتات دايما يا جماعة مش بتتعجن، احنا يدوب بنلم المكونات على بعضها زي ما احنا شايفين كده. مهم قوي كمان نضيف عليهم معلقتين من الحليب. الحليب ده بدرجة حرارة المطبخ، ما يبقاش ساقع، ممكن يبقى دافي خفيف كده لكن ما يبقاش ساقع. هنضيف الحليب ونبدأ نقلب كل المكونات مع بعض تاني كده. هنوصل لقوام زي ما احنا شايفين متماسك لكن مش بيلزق. التركة المهمة جدا جدا بقى اننا هندخلها التلاجة مش اقل من نص ساعة في الحر ده او ساعة لو امكن ده. وبعد كده هنجيب كيسين كده من كياس التلاجة، هنفتحهم ونفردهم ونبدأ نفرد العجينة ما بين الكيسين. بسكوت سهل جدا ولذيذ، انتوا مش هتنسوا حلاوته، وانا واثقه ان انتوا هتعتمدوا الوصفه دي طول ايام الاجازه، وحتى بغير ايام الاجازه ينفع كمان يتحط في اللانش بوكس الولاد ايام الدراسه، او ناخده معانا الشغل. بالقطاع او بالمكبس ده كده لو متوفر، لو مش متوفر هنعمل بالكوبايه. اي كوبايه مقاس صغير كده من كوبايات القهوه مثلا كده، بيبقى حجمها صغير وتديني بسكوته شكلها حلو. الأول بنعفر المكبس كده في الدقيق ونختار أي شكل احنا حابينه، وبعد كده بنبدأ نشكل بيه بكل سهولة زي ما احنا شايفين. طبعا الجو علشان حر فالعجينة طرية شوية رغم انها دخلت التلاجة، لكن كمان المطبخ كان حر، فنحاول نحافظ على برودة العجينة على قد ما نقدر، لان ده هيسهل معانا التشكيل جدا. هرصه بقى على ورق زبدة كده، ولو مش متوفر ورق زبدة هندهن الصينية زيت كويس قوي ونبدأ نرص فيها البسكوت بتاعنا. الكمية اللي باقية زي ما احنا شايفين بقى هنبدأ نعمل نفردها بنفس الطريقة. وانا هشكل الكمية الباقية دي بالكوباية، كوباية صغنونة كده من بتوع القهوة، او اي شكل بقى انتوا حابينه، اي قطعات عندكم، شكل قلب، شكل وردة، شكل نجمة، اي شكل متاح عندكم تقدروا تعملوا بيه. وبعد ما هعملها كده دواير وانا برصها في الصينية، بعد ما هرصها هبدأ اشكها كده بالشوكة، شوكها بالشوكة كده علشان مش عايزة البسكوتة تعلى معايا في الفرن، لاننا طبعا ضايفين بيكنج باودر. ودي اللي بالمكبس زي ما انتوا شايفين كده. المكبس ده مش غالي خالص، تقدروا تجيبوه، بينفع يعمل عيد وبينفع في كل حاجة. دخلوا فرن بقى على درجة حرارة 160، درجة حرارة أقل من المتوسطة شوية في الرف اللي في النص، تقريبا من 10 ل15 دقيقة بالكتير جدا. ممكن نفتح عليه الشواية في آخر دقيقتين، بيطلع بقى بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. خفيف ومقرمش ولذيذ واحلى 100 مره من اللي بنشتريه من بره بجد. انتوا لما تجربوا الوصفه هتعجبكم قوي وهتصدقوا الكلام ده ومش هتعملوا غيرها تاني ابدا. مع كوبايه بقى شاي بلبن كده في الفطار، او في قعده العصاري كده في البلكونه، بيبقى أعز واطعم حاجه ممكن ناكلها بجد جنب الشاي او الشاي بلبن. دي مش اول وصفه بسكوت نعملها مع بعض، انا عملت وصفات بسكوت كتير معاكم في القناه. هحاول اسيب لكم لينك الفيديوهات بتاعتهم تحت في صندوق الوصف اللي حابب يرجع له. هنا بيكون خلص فيديو النهارده، اتمنى ان شاء الله انه يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه لو لسه ما اشتركتوش. واسمعوا كده صوت القرمشه الحلوه دي، يا خبر على الجمال بجد يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. اشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.